بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الرحمن من قناة ماتريكس. والنهاردة طبعا هنتكلم على نظام التشغيل مهم جدا وفي مجال أمن المعلومات، وهو كالي لينكس. طبعا في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن كيفية ننزل النظام كالي ازاي، والنهاردة إن شاء الله نفهم الواجهة بتاعته ونفهم تفاصيله ونعرف ليه هو الخيار الأفضل في السايبر سيكيورتي أو الأمن السيبراني. طيب ليه كالي لينكس؟ أولا كالي لينكس مش مجرد نظام تشغيل عادي، لكنه مصمم طبعا للاستخدام في الاختبارات الاختراق وأمن المعلومات، وطبعا بيضم مجموعة كبيرة من الأدوات المتخصصة، وهي دي اللي بتخليه مفضل طبعا عند المحترفين في المجال، وطبعا مفضلين عند الهاكرز. طب خلينا كده نفهم الواجهة بتاعته ونفهم كل جزء فيه. أولا ده واجهة لينكس. لما نفتح لينكس طبعا لما تفتح النظام من أول مرة هتلاقي يظهر لك بالواجهة دي واجهته الرئيسية أول ما تفتحه. طبعا هنا هنتكلم على كل جزء فيه. طبعا ده الديسك توب طبعا، وده الخلفية بتاعته، ده الشعار لينكس كالي. إيه، زي ما أنا قلت ده كالي لينكس، ده دايما الشعار اللي لما بتسطب عليه. طبعا عندنا هنا الشريط العلوي. في الشريط العلوي هتلاقي الساعة، هتلاقي الشبكة، هتلاقي مستوى الصوت. وطبعا هتلاقي البطارية لو انت بتستخدم لابتوب. طبعا الشريط ده مشابه جدا للشريط اللي في ويندوز، لكن هو مصمم بشكل بسيط وسهل الاستخدام. طبعا عندنا حاجة اسمها ابلكيشنز منيو. لما تضغط على الأيقونة بتاعت كالي ده هتظهر لك قائمة التطبيقات. طبعا هنا هتلاقي كل الأدوات الضرورية. الأدوات دي طبعا مرئية بشكل واضح، كل تطبيق مكتوب باسمه. مثلا هتلاقي أدوات الاختراق وأدوات تحليل الشبكات. عندنا طبعا الشريط، آه، احنا قلنا الشريط العلوي. طبعا عندنا هنا الفايل مانجر، طبعا هو مدير الملفات. وطبعا هو المكان اللي هتدير فيه ملفاتك. هنا تقدر تنشئ فولدرات وتنظم ملفاتك بسهولة. وطبعا تنظيم الملفات مهم جدا عشان تبقى قادر على الوصول لأي ملف بسرعة. طيب أهمية كالي لينكس. النهاردة الكل عاوز يحمي نفسه طبعا، ويعرف أكتر عن الأمن السيبراني، وكالي لينكس طبعا هو النظام اللي بيوفر لك كل ده. طيب هنتكلم طبعا عن أدوات متخصصة، لأن كالي لينكس بيضم مجموعة أدوات متخصصة لتحليل البيانات وكشف الثغرات، والأدوات دي مش موجودة في أي نظام تشغيل تاني. وطبعا هو مفيد جدا للمتخصصين في المجال. طبعا كالي لينكس طبعا هو نظام مفتوح المصدر اوبن سورس، يعني اي حد يقدر يساهم في تطويره، وده بيخليه طبعا مرن جدا وسهل الاستخدام. عكس ويندوز. وطبعا ممكن تتعلم منه كتير جدا. طبعا زي ما أنا قلت اوبن سورس، تقدر تعدل التطبيقات اللي فيه، تقدر تعدل على اي حاجه فيه. طيب لو عايز تتعلم عن الامن السيبراني او الاختراق الاخلاقي، كالي طبعا لينكس هو الخيار الامثل، لان الادوات اللي فيه مصممه بشكل يسهل عليك الفهم والاستخدام. طيب خلينا كده نستخدم التيرمينال. هنا بنيجي طبعا لنقطة مهمة، ليه بنستخدم التيرمينال بدل الواجهة الرسومية اللي هي جي يو اي. أولا في السرعة والكفاءة. التيرمينال بيسمح لك إنك بتنفذ أوامر بسرعة في كالي لينكس. وطبعا في أدوات كتيرة بتشتغل بس من خلال التيرمينال، فلو عاوز تعمل حاجة بسرعة التيرمينال هو الخيار الأفضل. طبعا من خلال التيرمينال بتاعه. طبعا في تحكم كامل. التيرمينال بيديك تحكم أكبر في النظام، يعني تقدر تعدل في الملفات النظام، أو تستخدم طبعا في أدوات بشكل أسرع من الواجهات الرسومية، اللي هو الجي أي، اللي هو الواجهات اللي هي العادية بتاعة ويندوز. طيب خلينا نقول بقى ايه الفرق بين كالينكس وويندوز. أولا احنا قلنا في والنظام مثلا نظام مفتوح قصاد نظام مقفول. يعني عندك لينكس طبعا هو نظام مفتوح المصدر اوبن سورس، وطبعا ويندوز نظام مقفول. لأن ويندوز طبعا هو تبع مايكروسوفت، فهي اللي متحكمة في النظام بتاعها. انما في كالي لينكس هو نظام مفتوح المصدر اوبن سورس. انما ويندوز نظام طبعا مغلق زي ما انا قلت. فعندنا في كالي لينكس بيسمح لك انك بتعدل وبتعمل تطوير، انما ويندوز طبعا محدود. طيب احنا عندنا ادوات متخصصة في كالي لينكس طبعا. في ادوات متخصصة لامن المعلومات. انما ويندوز فيه هو طبعا نظام عام. يعني كالي بيحتوي على ادوات متخصصة للامن السيبراني. وطبعا طبعا هتلاقي دعم من المجتمع في كالي. طبعا هتلاقي دعم كبير من المجتمع المستخدمين. طبعا لو واجهتك اي مشكله هتلاقي مساعدات من الخبراء لينكس. طبعا لما تسرش في اي حاجه واقفه عليك طبعا تقدر تسرش عليها وتفهم اكتر عن لينكس. طيب خلينا كده. طبعا في سؤال مهم جدا، ليه الهاكرز بيستخدموا كالي لينكس، او الهاكرز الاخلاقي عامه يعني بيستخدموه.
اولا في ادوات قويه جدا، يعني كالي في ادوات متخصصه للاختراق وتحليل الشبكات، يعني لو عايز تعمل اختبارات على انظمه معينه او انظمه شركات او مواقع، فطبعا هو كالي لينكس هو الخيار الافضل، لان طبعا في كل الادوات اللي هتستخدمها. طبعا في كالي لينكس طبعا تقدر تضيف ادوات اللي تحتاجها بسهوله، يعني تقدر تضيف الادوات المهمه ليك وتكون جاهزه للاستخدام في اي وقت. فطبعا خليني اقول لك كده، فانا عايز اقول لك على حاجه قبل ما نبدا نكتب الاوامر. مش عايزك تخاف من اي حاجه، يعني مش لازم أن تكون عبقري او في الكمبيوتر عشان تتعلم مع لينكس. الاوامر دي بتساعدنا ان احنا نتعامل مع النظام بطريقه اسرع وافضل. فلو انت جديد في عالم لينكس، يعني هنا عشان اساعدك، يعني نتعلم مع بعض كل امر خطوه بخطوه، واشرح لكم كل حاجه باسلوب بسيط وسهل ومنظم ان شاء الله. في البدايه كده، هو التيرمينال اللي هو المكان اللي هنتفاعل فيه مع النظام، هو بيشتغل بطريقه مختلفه عن اللغات الرسوميه اللي هي زي ويندوز. في لينكس طبعا الأوامر بتساعدنا إن احنا نتحكم أكتر في الملفات، نتحرك بين المجلدات، وننفذ مهام كتيرة بسرعة وكفاءة. فما تخافوش معايا، هنكتشف ان شاء الله ان الموضوع سهل وممتع. وطبعا كل ما اتعودت على الاوامر هتحسوا انكم بتتحكموا في النظام زي المحترفين. كل ما اتمرن اكتر كل ما ان شاء الله هتفهم اكتر. إيه طبعا خلينا كده نفتح الترمينال. طيب خلينا كده نستعرض اول امر عندنا. تمام، طبعا انا عايزك بدايه كده تحفظ الاوامر دي، لان دي الاوامر الاساسيه اللي احنا هنشتغل بيها على طول. طبعا الاوامر دي انت هتستخدمها لها في شغل تاني. تمام، فدي طبعا زي ما قلت ده التأسيس بتاعك، انك لمجرد ما تفهم الأوامر دي وتمرن نفسك على، حتى لو تكتبها في ورقة خارجية وتبدأ تكتب التفاصيل بتاعتها، وتبدأ واحدة واحدة هتحفظهم إن شاء الله. وده طبعا الاختصار، كل الأوامر دي طبعا بتبقى اختصار للمصطلحات بتاعتها. عندنا وليكن أول أمر هنا أمر بي دبليو دي. تمام، انتر. ضغطنا انتر كده ظهر لنا اللي هو الهوم، واليوزر نيم اللي هو شاروش. طبعا انت اليوزر نيم انت بتسميه ايه بيظهر لك. طبعا هو بيعرفنا ان هو فين، ان مكاني كده فين اللي هو الهوم. طبعا البي دبليو دي بيعرف لك مكانك فين في النظام. يعني انت مثلا لو بتعمل شغل تاني مثلا على لينكس، فانت عايز تعرف مكانك فين او ايه الفولدر اللي موجود فين. فالامر بي دبليو دي ده طبعا الامر اللي هو بيعرف لك مكانك فين بالظبط، بيحدد لك مكانك، موقعك فين بالتحديد ايه في الملفات. تمام، انا الوقت هو قال لي مكانك في الهوم مثلا، الفولدر الهوم. تمام. خلينا مثلا لو حبيت نستعرض الحاجات الملفات كلها اللي في الهوم، مثلا عايز تستعرض كل الملفات هتكتب امر ال اس. ده اختصار للليست، طبعا بيعرض لك كل الملفات اللي موجودة فيه. طبعا كل الأزرق ده طبعا ده بتبقى الفولدرات. عندي فولدر الديسكتوب، الميوزك، داونلود، الفيديوز، شات، وهكذا. تمام، والأحمر ده اللي هو ايه، اللي هو الفيديوهات اللي عندي 2 فيديو. تمام، فطبعا بيظهر لك لسه بالفيديوهات ايه اللي موجودة ايه عندك. تمام. طيب انا دلوقتي مكاني واقف فين؟ انا قلت مكاني واقف في الهوم. طيب انا عايز اعرض الملفات اللي داخل الهوم، بكتب ايه ليست، بيعرض لي كل الملفات اللي موجوده. تمام، خليك اروح من الواجهه اللي هي جي او اي، اللي هو الواجهه الرسوميه. هندخل كده، طبعا ده الديسكتوب، وده طبعا اللي هو الهوم. ده الهوم اللي احنا كنا دخلنا فيها. ندخل كده على الهوم. طبعا ظهر لي كل الملفات، الشات، الديسكتوب، داونلود، ميوزك، فيديوز، كل الحاجات. وطبعا دول ال2 فيديوز اللي كانوا موجودين عندي. تمام، فدخلنا كده نرجع على التيرمينال تاني، او طبعا دولت موجودين اهو. تمام، دي بقى بنستعرضهم فين؟ في التيرمينال. تمام. طيب خلينا مثلا لو حبينا وليكن ندخل على اي فولدر من ده. لو احنا داخل الهوم عايزين ندخل مثلا على اي فولدر من ده من التيرمينال. إيه، بدل مثلا ما تكتب تعملها بالماوس، لا انت هتعملها ايه بالتيرمينال على طول. هنكتب امر سي دي مسافة. طبعا امر سي دي اللي هو بيدخلك ايه على اللي على الفولدر طبعا مباشرة على طول. تمام، ومثلا عايزين ندخل، احنا قلنا الفيديوز، مثلا هنكتب فيديو، انتر. طبعا هو فتح لي الفولدر بتاع الفيديوز طبعا، بس ما ظهرليش كل حاجة. طبعا احنا كنا شرحنا الامر اللي فات اللي احنا عايزين ايه الحاجات اللي احنا نظهرها. نكتب مثلا امر ال اس، انتر. او طبعا عرض لي هنا عندي فيديوهين هنا اهو. لو رجعنا هنا الفولدر بتاع الفيديوز، فطبعا هنا عندي الاتنين همتي دولت اللي موجود ايه اللي ظهر في التيرمينال. هنرجع كده للتيرمينال اهو. اللونين دولت هما دولت ايه اللي هو الفيديوز اللي عندي. طبعا انا داخل ايه، داخل اللي هو الفولدر بتاع الفيديوز. تمام، لو حبيت ان انا ارجع من الفولدر اعمل ايه؟ اعمل امر سي دي مسافة نقطتين انتر. كده برجع لي خطوة لورا. تمام، انا كده دلوقتي امر سي دي طبعا بيدخلني خطوة لقدام، انما اعمل باك لورا بعمل سي دي مسافة نقطتين
وانتر على طول. تمام. طيب انا كده طبعا طلعت من الفيديو. تمام. عايز ادخل وليكن مثلا فولدر اللي هو الشات، مثلا عندي فولدر اسمه شات، اعمل سي دي مسافه شات، انتر. طبعا دخلنا كده على الوقت على الشات. طبعا زي ما انتم شايفين العلامه دي قلبت مكان الهوم بقت شات. انا الوقت حاليا ايه داخل الشات. حبيت استعرض الملفات اللي فيه، اكتب امر ls. طبعا استعرض لي كل الملفات طبعا اللي موجوده فيه. طبعا لو دخلت هنا مثلا على فولدر الشات اللي هو جي اي اللي هو الواجهات الرسوميه، طبعا اهو 5 ملفات. لو رجعنا التيرمينال نلاقيهم طبعا اهو 5 ملفات. تمام. حبينا برضك نرجع من فولدر اللي هو نرجع للهوم، نعمل سي دي مسافه نقطتين انتر، وهكذا في كل ايه بفولدر، وهكذا ايه طبق ايه عليه. طبعا ندخل بقى على الامر اللي بعده، ميك دايركتوري. طبعا ده بيستخدم في انك بتنشئ مجلد جديد. يعني لو عايز تعمل مثلا فولدر جديد مثلا تحط فيه ملفاتك وكلام من ده. وليكن مثلا حابين مثلا ننقل مثلا على الديسك توب. ده طبعا ديسك توب حابين ننقل مثلا على فولدر. ندخل طبعا على التيرمينال. تمام. طبعا الديسك توب كان فاضي مفيهوش حاجه. طبعا هندخل بس الاول على الديسك توب من الامر هنا، نكتب سي دي مسافه ديسك توب انتر. تمام. طبعا الوقت حاليا احنا دلوقتي في الديسك توب. لو عملنا اي امر او نفذنا اي حاجه طبعا كل ده يتنفذ فين؟ على سطح المكتب. طب خلينا نكتب، احنا قلنا اللي هو الميك دايركتور. طبعا هنكتب اختصار الام كي دي اي ار مسافه. وليكن حابين ننشئ فولدر مثلا نسميه مثلا وليكن نيو فولدر انتر. تمام. كده دلوقتي انشأنا ايه فولدر على سطح المكتب. خلينا كده نطلع كده على سطح المكتب ديسكتوب. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده ننقل ايه فولدر بتاعنا. بعد مثلا بدل ما انشئ مثلا فولدر مثلا بالماوس زي نظام ويندوز والكلام، لا انت بتكتب الامر بينشئ لك ايه الفولدر على طول. طبعا الامر ده انا مثلا تقول طب ليه ما اعملش الكلام من ده؟ لان انا بكتب لك الاوامر هتسهل عليك في حاجات تانية. يعني ما اعرفش مش بعرفك انك تنشئ فولدر والكلام من ده، لان ده طبعا حاجه سهله انت ممكن تعملها حتى بالماوس زي ايه زي نظام ويندوز. بس انا بتكلم لك الاوامر انك تتعود بس على الاوامر. لان في اوامر طبعا ايه هتعود نفسك انك تكتبها على طول ايه بالترمينال. تمام. وده هتعرف في المستقبل ان لما بتكتب الاوامر بالترمينال هتسهل عليك عن ايه عن نظام ويندوز والكلام من ده. وطبعا انت عشان تستخدم في نظام الامن السيبراني لازم ان ايه تعاملك كله ايه يبقى بالترمينال. طيب. نيجي بقى للامر اللي بعده اللي هو الامر عكسه بقى. احنا قلنا الامر اللي فات ده طبعا اللي بينشئ المجلد اللي هو ميك دايركتوري. طبعا بنيجي للامر اللي بعده اللي هو الامر ريموف دايركتوري. طبعا ده طبعا عكس اللي فوق، بيحذف لك كل المجلد اللي انت بتكتبه. احنا قلنا الامر اللي فات الميك دايركتوري طبعا ده بينشئ لك مجلد. انما الامر اللي احنا نكتبه اللي هو ريموف دايركتوري طبعا ده اللي بيحذف لك اي مجلد موجود. طبعا احنا دلوقتي هنكتب الامر. احنا دلوقتي يعتبر في ايه كل ده احنا في الديسك توب. يعني احنا دلوقتي ايه احنا دلوقتي في الديسك توب، والفولدر اللي انا كنت نشأته طبعا فين في الديسك توب. تمام. خلينا كده نعمل حذف المجلد. نعمل امر rm dir مسافة نكتب نيو. طبعا احنا كتبنا الملف اللي متسمي. يعني شوف الملف متسمي ايه بتكتب اسم ايه الملف. طبعا ده الامر الاساسي اللي هو ال RMIDR. طبعا ده الامر اللي احنا بتاع الحذف، وبتكتب بقى ايه النوع المجلد. النوع المجلد اللي عندي اسمه المجلد اللي عندي ايه نيو فولدر. هعمل انتر كده حذف لي الملف. لو طلعنا كده الديسكتوب طبعا ده ايه الملف كده ايه اتحذف. تمام. وهكذا بقى طبعا تجرب في كل الملفات وكل الفولدرات وكل الامر طبعا ايه تمرن نفسك عليه. طيب هنيجي بقى لاخر امرين منهم اللي هو امر تاتش. امر تاتش ده مهمته اللي هو بيكريت لك الفايلات. التاني اللي هو الميك دايركتوري ده طبعا اللي هو بيكريت فولدرات. تمام. انما تاتش طبعا ايه بيكريت الفايلات. وليكن مثلا كريت فايل احنا طبعا على الديسك توب اهو على سطح المكتب او ديسك توب، عايزين بقى ننشئ فايل عليه. نكتب امر تاتش. طبعا بقى نكتب بقى اسم الفايل بقى على حسب الفايل اللي انت هتسميه، وليكن نسميه فايل انتر. طبعا انشاء له الفايل هو باسم فايل. تمام. احنا قلنا امر تاتش طبعا هو اللي بيكريت لك الفايل على حسب ما انت عايز تكريته فين. تقف على نفس المكان اللي انت مثلا وليكن هوم داونلود ايا كان. طبعا نقف على الديسك توب طبعا ده وتكتب اسم الامر اللي انت عايز اللي هو تاتش لو انت عايز تكريت عليه فايلات. طبعا عايزين نحذف الفايل ده. هنكتب اللي هو remove rm. طبعا الفايل اللي مسميه فايل ونحذفه. طبعا هو حذف له الفايل اهو.
الاسم اللي انا مسميه على حسب ما انا مسميه طبعا ايه، تكتب الامر اللي هو الار ام وتكتب الاسم جنبه في الفايل اللي انت عايز تحذفه وتعمل له ايه انت. تمام. ونيجي بقى طبعا على اخر امر هنشرحه في الفيديو ده، امر كلير. طبعا بقى احذف لي كل الاوامر اللي هو امر كلير. طبعا حسب بقى انت كاتب ايه اللي عايز تفضي مثلا التيرمينال اللي عندك، طبعا بتكتب الامر ده بايه بيحذف لك كل ده. وطبعا بقى انا عايزك تمرن نفسك كل الاوامر دي، هي اوامر طبعا اختصرها لك الاوامر الاساسيه في الفيديوهات الجايه. انت يا دوبك بس تفهم الاساسيات كالي لينكس، بعد كده ان شاء الله هتبدا تحب تتخصص اكتر في المجال بقى زي ما انت عايز تتخصص فيه. انا اعتبر بس بشرح لك اللي هو الاساسيات الاوامر العاديه اللي انت ايه هتفهم فيها، وان شاء الله طبعا في الفيديوهات القادمه هبدا اشرح ايه بقيه الاوامر الاساسيه.